رونالدو هو أكثر لاعب مغرور بالعالم. ليش دائما الإعلام بيسوق لهي الصورة وعلى أنه ميسي هو الرجل الطيب والمحبوب من كل الناس؟ القصة ما لها صدفة أبدا. رونالدو على كثرة تصريحاته ودائما بكل مقابلة بيقول أنه هو الأفضل، والزلمة دائما تصريحاته مباشرة وبدون تجميل. إنما ميسي الرجل الهادئ وقليل التصريحات وقليل الظهور الإعلامي. هذا الشيء عزز صورة عند الناس أنه هو رجل بسيط، ولكن لما نقرب على الملعب بنشوف أنه الموضوع مختلف. وأقرب مثال هو كأس العالم 2022. كلياتنا شفنا نسخة ميسي الحازمة المغرورة اللي دائما بتصرح وبتثبت للناس انه هي الرقم واحد، واكثر وقت بين فيه هذا الشيء هي مباراة هولندا والارجنتين، لما شفنا ميسي بمشاهدة كلامية ان كان كاميرا واو او حتى مع الجانب الفني للمنتخب الهولندي. وعلى الجانب الثاني شفنا لقطة إنسانية جدا لما بكى رونالدو بعد خروجه من المغرب بكأس العالم. وهون بنكتشف انه الموضوع لا له خير ولا له شر، لا طيبة ولا حتى غرور، إنما جانب من شخصية كل لاعب، والإعلام بيختار أي صورة بده إياها لحتى يوصلها للناس. وانتو شو رأيكم؟